السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. كي دوزتوا صيامكم ان شاء الله يكون دايز بخير وعلى خير. هاد الجو ما كاينش، ما فيه لا جوع لا عطش، كيدوز النهار دغيا دغيا. شكون اللي كيدير الرياضه، شكون اللي كيدير شويه المشي. انا ما تنديرش الرياضه، كندير غير شويه المشي. كما قلت لكم عندي واحد الهدف في هاد رمضان، ان شاء الله باغا نقص واحد 5 كيلو. كنتمنى نوصل ليها، واخا ماشي يوميا تنمشي، انا مره كنحاول. بالمناسبة مبروك علينا حنا الساكنة ديال الرباط، حلوا لنا الحمامات، واخيرا اليوم الاربعاء خرج واحد القرار من الوالي ديال الرباط السي يعقوبي. الحمامات غيبقاو تحلوا على مدى، يعني على مدار الاسبوع، ماشي كما قبل كان كيتحل عام من الخميس للحد. الحمد لله بان سمعوا بعض الناس، مع ماشي بزاف الناس كيهضروا على هذه القضيه الحمامات، وخصوصا الجمعيات تا هما تكلموا على هذا الموضوع. والوالي سمع للناس وعطى الاوامر ديالو باش تحلوا الحمامات. مشكورين على هذه القضيه. شكون اللي فيكم كيدير الرياضه في هذا رمضان؟ واش كتحاولوا ولا لا؟ المهم اللي الرياضه راه مفيده، واللي عنده شي هدف، خصوصا اللي بغى ينقص الوزن، خصو ضروري يحاول يمشي. واخا يدير مثلا كل يومين يمشي واحد نص ساعه او ساعه، علاش ما قد الواحد. المهم انا جيت لهاد الغابه ديال هيلتون كما كتعرفوا. هذه كما قلت لكم غابه هيلتون كما كتشوفوا. غابة هيلتون راه معروفة في الرباط، كيقولوا لها هي مشهورة بغابة هيلتون، ولكن نسبة لواحد الأوتيل حداهم كان سميتو هيلتون، ولكن دابا هي الاسم الحقيقي ديالها غابة ابن سينا، هذا هو الاسم الحقيقي ديالها. ولكن الناس من كثرة داك الشهرة ديال هذاك الأوتيل كان بقاوت عليه هذاك الاسم، بقى كيقولوا لها غابة هيلتون لأنه كان مشهور بزاف، اشهر اوتيل كان في الرباط. نكملوا المشي ديالنا كما كتشوفوا. واخا يبان لكم هكا، ولكن راه ما خاوياش، راه فيها الناس. حاولت ما امكن ما نصورهمش، اما الناس تبارك الله كانوا كيديروا الرياضه، كيتمشاو. وكاين اللي جالس المهم تيدوز الوقت، ولا تيقرا شي كتيب ولا هكاك. اليوم كان الجو صافي، ما كانش البرد، كان شويه الحال سخون. تنظن غدا يكونوا ان شاء الله، غدا تكون الشتاء، هادشي على حسب ما قالوا، الله اعلم. اليوم كان الجو صافي، وقلنا نخرجوا في هاد، نتمشاو ونستافدوا، ندوزوا الوقت الصيام ديالنا كما كتشوفوا. منظر زوين بزاف. هاد الشلال المنظر ديالو رائع.
اللي بغى شوية الهدوء يتكالما يجي لهاد الغابة. واخا كاينين الناس ولكن مكاينش هداك الضجيج اللي كيكون في الايام العادية، يمكن لحق الصيام وداكشي. كاينة الجهة ديال الوليدات الصغار كيلعبوا، تنحاول ما امكن ما نصورش. الناس جايبين وليداتهم، كاين مكان ديال الالعاب على الجهة اليسرى ولكن ما بغيتش نصور. كاين عندهم بلايصات كيلعبوا فيهم الوليدات الصغار، كاين بلايصات ديال الكرة، كاين بلاصة ديال الكرة الحديدية، كاينه بلاصة ديال تنس الطاولة. بزاف البلايص كنتمنى تجيو تكتشفوهم. هاد النافورات مميزين في هاد الغابة ديال هيلتون. انا جلست نرتاح شويه قبل ما نكمل في المشي ديالي. قلت نرتاح قدام هذا المنظر الزوين، من بعد باش نكمل الطريق ديالي ان شاء الله. ناس في امان الله. نكملوا طريقنا ونكملوا المشي ديالنا. حاولت انا ما امكن، انا اختصرت صورت على لقطات، ولكن حاولت ما امكن اليوم ان شاء الله. تمشيت ساعه زعما نمشي ساعه تقريبا، درت ساعه ديال الوقت. كملوا الطريق. هنا نوريكم واحد الحاجه حتى هي كاينه في الغابه ديال هيلتون، اللي عزيز عليه يلعب الشطرنج. ها هما كاين الطاولات ديال الشطرنج كما كتشوفوا. شفتيهم؟ شي حد كان كيلعب فيهم من قبل، مقادين فيهم هذوك حجيرات. كاين الحجيرات وكاين واحد داك اللي كيطيح من الشجر الصنوبر.
حتى في هاد الجهه كاينه طابله كما كتشوفوا بالكراسي ديالها، يعني اللي بغى يلعب. موفرين كلشي متاح في هاد الغابه، حتى الالات الرياضيه اللي بغى يدير يلعب عليهم. نكمل الطريق ديالنا، مبقى ليا والو، غنسالي الحصه ديالي. هي البلاصه اللي قلت لكم، هاد الجهه كيلعبوا فيها تنس الطاوله كما كتشوفوا المنظر. في الايام العاديه تتكون نوبه عليها، خصوصا نهار الحد. دابا مع رمضان ما كاينش الناس بزاف، دابا لقيتهم خاويين. يعني من غير وقت الصيام كيكونوا الناس، خصوصا السبت والحد، كيكونوا شادين النوبه عليها باش كيلعبوا. لقيتهم خاويين، اللي ما بغاش يلعب الواحد يجيب الراكيطات ديالو يلعب. ونكملوا الطريق ديالنا. كنتمنى الا عجبكم هذا الفلوق خليو لي لايك، الا كان شي انتقاد كتبوه ليا، وشكرا على المتابعه. الا وصلتوا حتى لهنايا، شكرا لكم.